قبل أي حاجة من فضلك وقف الفيديو دلوقتي وانزل اكتب تعليق وادعي للفنان الراحل أشرف مصلحي بالرحمة والمغفرة. ادعوا له يا جماعة من فضلكم. من ساعات قليلة أعلن وفاة الفنان أشرف مصلحي عن عمره الناهز 49 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان في المخ لمدة 2 سنين. والنهاردة أقيمت جنازة الراحل أشرف مصلحي، وحضر الجنازة كتير من أصدقائه الفنانين لتوديعه الوداع الأخير، ومنهم الفنانة لبلبة والفنان أيمن عزب والمخرج أحمد نور. وفي الجنازة انهارت زوجته المخرجة منال السيفي اللي فضلت تردد جملة واحدة بس، وهي مع السلامة يا سندي وتاج راسي. ربنا يصبرها على الموقف الصعب ده. وكانت آخر أيام في حياة الفنان الراحل أشرف مصلحي صعبة جدا، لدرجة إنه ما كانش بيتحرك ولا بياكل ولا بيشرب، وكان بيبقى صاحي وعينيه مفتوحة بس مش دارب أي حاجة حواليه. بس قبل ما يوصل للمرحلة الصعبة دي ما كانش ليه غير طلب واحد ووصية واحدة لكل الناس اللي تعرفه ولكل جمهوره اللي بيحبه، إنه يفتكروا دايما ويدعوا له باستمرار. وقالت زوجته إن اتعمل له شبه عناية مركزة في البيت، بس اتدهورت حالته بسرعة وانتقل للمستشفى، وهناك دخل العناية المركزة لحد ما فارق الحياة. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.